هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن ازاي نعمل نواة البلح في البيت. أول خطوة إن احنا نفرز النوى عن البلح. أنا مجمعة كمية كبيرة بقالي فترة، وهي يا جماعة ممكن تهين ليها فوايد كتيرة جدا جدا. بتكثف الشعر وبتقوي المناعة، وفيها كالسيوم وبوتاسيوم وحديد، فيها حاجات كتير جدا إن شاء الله هي كنزك. تاني خطوة إن احنا نحطها في مية ونصفيها منها، أو ممكن تصفوها بفوطة عادي، نشفها بفوطة. بعد كده نحطها على النار، والنار تكون شامعة زي اللي في الصورة كده. ما تخليهاش عالية عشان ما تتحرقش، وقلبوها كل شوية. ممكن تعملوها كماسكرا للشعر، ممكن تعملوها كتونر، ممكن تعملوها زيت تحطوها على الزيت اللي انتوا بتحبوه، تحطوا منها معلقة بس كبيرة. ما تكترش منها عشان ممكن تعمل تساقط. ممكن كمان تعملوها ايه تاني، ممكن تشربوها مع لبن. اصلا دي انا اكتر حاجة بعملها بجد، طعمها حلو اوي يا جماعة. بحط نص معلقة صغيرة واسويه، طلعوها من النار لما يبقى لونها كده، ما تغمقوهاش عن كده، متخليهاش تتحرق. ده بشربها مع اللبن وبحط عسل، وكمان بجد طعمها حلو قوي وريحتها شبه القهوة، وبجد هي مفيدة جدا جدا جدا. ونطحنها بالهون. هنزل لكم طريقة استخدامها، وخلي بالكم هي بتاخد وقت كتير قوي على النار، يعني مش بتاخد وقت قليل. وكمان طحنها برضه بياخد وقت كتير. فكل ما اخلص كمية نحطها يا جماعة. مش شرط كلهم ان هم يتسووا في نفس الوقت. اول ما تحسوا انها قرب يتحرق كده او بني غامق جدا، شيلوا الحبة اللي هم بدأوا يبقوا بني غامق. مش لازم كلهم يطلعوا في نفس الوقت. وعشان تتأكد ان هم خلصوا من النار، تلاقيهم بيتكسروا زي اللي في الفيديو كده. ويا جماعة سوري ان انا معرفش اصور خطوة الطحن، كانت صعبة عليا ان نصورها، بس انا طحنته وصفيته 3 مرات. ممكن تصفوه بالمنخل او بالمصفى عادي. وبس كده باي، اتمنى تكونوا استفدتوا.